تخيل انك جمعت شقة عمرك كله وقررت انك تبني اكبر بنك رقمي وصرفت عليه ملايين الدولارات وجبت سيرفرات من اللي بتعمل وش وجه هاكر عمل ايه الهاكر وجه هاكر مش عشان يسرق الفلوس ويطلع على جزر المالديفز ولا عشان ان هو يجيب صورة المدير وهو قاعد بياكل كشري على المكتب، لا خالص ابسولوتلي. هو بس عمل حاجة صغيرة جدا، دخل الموقع وبعدين وقف في نص الموقع وعمل حاجة واحدة بس، وقف زرار الدخول اللي بيدخل المستخدمين على الموقع، فبالتالي الموقع وقع وطبعا ما بقاش يدخل اي حد. طيب وهل كده الموقع يعتبر تم اختراقه؟ والاجابه هي وخد على قفاه كمان. في السايبر سيكيورتي الامان مش ان انت تقفل الباب بالترباس وتنام في بطنك بطيخه صيفي، لا الموضوع عكس كده تماما. الامان ليه مثلث اساسي اسمه CIA تريد، اتمنى ان انا اكون بقوله صح. المثلث ده بيتحكم في تريليونات الدولارات في العالم، وده المثلث اللي اي ثغره في العالم لازم هتضرب ضلع من دولار. تعال نفصص المثلث ده سوا. اول ضلع معانا وهو الكونفيدنشاليتي او سريه البيانات، يعني الداتا دي تفضل في حرز حريز مفيش اي حد يقدر يشوفها غير المصرح ليهم بس. زي مثلا لو افترضنا ان الهاكر مثلا صورك وانت بتستحمى وانت صغير، وطبعا كلنا عارفين مين اللي بيصور الصور دي بس للاسف ما نقدرش نتكلم، فكده يكون ضرب السريه. سريه ايه بقى يا صاحبي؟ ده كده ضرب كل حاجه. الضلع التاني معانا وهو الانتجريتي او سلامة البيانات، يعني لازم نطمن كويس جدا ان مفيش اي حد قدر يعدل على البيانات دي او يغيرها وهي ماشيه في السكه. يعني تخيل مثلا في مره رايح تسحب فلوس من ATM، فبتفتح حسابك لقيت ان كان في 1000 بس الهاكر دخل غير ال1000 دي خلاها صفر. هو كده ما استفادش اي حاجه، هو وداك انت في داهيه بس. وعمل حاجه كمان، ضرب الانتجريتي وقال لك طريق السلامه انت. اما بقى تالت ضلع معانا وهو الاخير هو الافيلابيلتي او الاتاحه، يعني ان السيرفر يفضل موجود وصاحي 24 ساعه تطلبه في اي وقت تلاقيه، وده اللي بيضرب الديدوكس اتاك. وطبعا لو فاكر ان على كده بقى خلاص الهاكر طيب ومش هيعرف يعمل حاجه، فانت غلطان. هو بيستغل الموضوع ده في ان هو بيقعد يبعت ملايين الطلبات على السيرفر لحد ما السيرفر هوب في لحظه تلاقيه مات خالص. ودول الثلاث اضلاع اللي لو اي واحد فيهم وقع كده خلاص السيستم عليه العوض. مالك راح يا صابر. وعلشان نمنع الكوارث دي مهندسين السايبر سيكيورتي والمطورين عندهم قواعد عسكريه. اول قاعده ودي القاعده الذهبيه وهي never trust user input، اياك ثم اياك ثم اياك تثق في اي انبوت اليوزر يدخله، سواء كان فورم تسجيل دخول او فورم بحث او حتى لينك، لان الهاكرز دول اذكياء جدا وخياله واسع. ممكن ان هو يستغل الخانه بتاعه اليوزر نيم ويكتب لك كود برمجي ويقدر يتحكم في الداتابيز ويمسح كل البيانات اللي فيها، وده هجوم صايع اسمه السيكوال انجكشن. فالمبرمج الناصح بقى بيعمل ايه؟ بيمشي على مبدأ واحد بس، الا وهو مفيش امان لانسان. ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، ما تديش الامان لاي حد، يعني اتعامل مع كل المستخدمين على انهم هاكرز الى ان يثبت العكس. والقاعده الثانيه بقى بتقول لك ما تعملش فيها ناصح وتامن الباب بقفل واحد من بره وتنام في بطنك بطيخه صيف. السايبر سيكيورتي بنمشي بمبدا اسمه الديفنس ان ديبس او الدفاع بعمق. بمعنى ايه؟ ان احنا مش بنحط طبقه حمايه واحده، لا ده احنا بنحط اكتر من طبقه حمايه ورا بعض زي البصله بالظبط، بحيث ان لو الهاكر نجم وخطير يخبط في جدار حمايه التطبيقات زي واقف. طيب لو عداه كده خلاص وصل للبيانات؟ طبعا لا، لو عداه هيخش يلاقي الداتا مشفره ومتشقلبه وبايظه على الاخر. طيب لو خلاص بدا ان هو يحاول يفتح الحساب، هيقوم جاي له رساله على الموبايل ويقول له دخل الOTP اللي جالك على الموبايل، وهكذا اللي هو التحقق متعدد العوامل MFA. في سايبر سيكيورتي الاعتماد على خط دفاع واحد بنسميه السنجل بوينت اوف فيلير، يعني لو الباب ده اتكسر فانت خلاص كل حاجه بقت في الشارع. والطبقات دي بنقفلها بالترباس اكتر لما نطبق اخر مبدئين، ليست بريفليج وزيرو تراست. الليست بريفليج يعني ان احنا بندي للموظف او للكود اقل صلاحيات ممكنه علشان يعمل شغله وبس. يعني محاسب الشركه مش محتاج ان انت تديله صلاحيه ان هو يدخل على السيرفرات اللي فيها الكود مثلا. ليه؟ عشان لو المحاسب ده مثلا الحساب بتاعه تم اختراقه وهو مثلا بيحمل فيلم السهره بالليل، الضرر يفضل محصور في مكتبه بس ما يبقاش في الشركه كلها. الزيرو تراست بقى ده مبدا بيفرض ان دايما الشبكه تم اختراقها، كأن انت دايما في هاكر في الشبكه اللي موجوده في الشركه، ومفيش حاجه اسمها الجهاز ده مثلا معايا في المكتب فده حبيبي امن مفيش منه خوف، مفيش الكلام ده خالص. لازم السيستم يطلب تحقق وتاكيد من اي طلب في السيستم حتى لو كان مدير الشركه، والشخص ده يدخل بصلاحيات تكفي للي هو محتاجه بس مش اكتر. لو في اي مميزات او بورتس هو مش هيحتاجها هنقفلها تماما عشان نطبق مبدأ مينيمم اتاك سيرفيس، او ان احنا نضيق دايره على الهاكر على قد ما نقدر. لكن للاسف في النهايه يا صديقي ان مفيش سيستم امن 100% بعد كل الاحتياطات اللي احنا عملناها دي. اكبر شركات التكنولوجيا في العالم
كل يوم بتنام وتصحى تلاقي ان في ايرور او في ثغره عندهم في الكود، وبيسجلوها في دفتر عالمي اسمه CVE-ID. عشان كده لما يظهر لك ايه تحديث وانت قاعد بتلعب جيمنج مثلا وتعمل له سكيب، انت كده حرفيا بتشيل القفل اللي على الباب للهاكر، كانك بتقول له اتفضل ادخل الباب مفتوح. والتحديثات دي اسمها الريجولار باتشنج، والشركات بتعمل التحديثات دي بحيث ان هي لما تكتشف بوجود اي ثغره فهي بتقفلها قبل ما الهاكر يقرأ عن الثغرة دي على النت ويخش هو يستخدمها ضده. ودي كانت كل المبادئ التأسيسية في عملية القفل. في الفيديو الجاي هنشوف خط الدفاع الأولي الفعلي، ازاي الأنظمة بتقدر تتعرف علينا وتراقب كل تصرفاتك من خلال فريم ورك اسمه IAM. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة علشان توصلك بقية السلسلة، ولو في اي حاجة مش واضحة يا ريت تكتبها في الكومنتات، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.